الكردي محمد كوزمان البالغ من العمر 74 عاماً، والذي تعلم اللغة الأورارتية بوسائله الخاصة أثناء عمله حارساً في المواقع التاريخية في مدينة وان شمال كردستان جنوب تركيا. هو واحد من 38 شخصاً في العالم يعرفون تلك اللغة. عمل محمد كوزمان حارساً في المواقع التاريخية ضمن وزارة الثقافة التركية بين عامي 1992 و2004 في مدينة فان التي كانت عاصمة الحضارة الأورارتية. وقال كوزمان إنه تمكن من فك رموز اللغة الأورارتية بمساعدة الكتب التي اشتراها خلال فترة عمله كحارس. قال كوزمان إنه بدأ قراءة النقوش الأورارتية نتيجة 20 عاماً من العمل دون مساعدة أحد. بعد 20 عاماً بدأ في فك رموز هذه اللغة. يقول كوزمان: بعد هذا التاريخ يجعلوني أقرأ النقوش التي تم اكتشافها أثناء التنقيبات. الآن أتلقى نقوشا من بلدان أخرى لقراءتها. الجامعات تقول: تعال نعطيك مكانة مرموقا، لكن ليس لي رغبة بهذا. لن أذهب وأنا واحد من 38 شخصا في العالم يتحدثون هذه اللغة. بالطبع كلهم أكاديميون وأنا مجرد ابتدائي. إعداد سردار رامان.